السلام عليكم. كل سنة وانتوا طيبين. ربنا يديمكم نعمة في حياتي وما تحرمش منكم أبدا ولا من كلامكم الجميل اللي بيشجعني إن أكمل معاكم. عملت معاكم قبل كده الزبادي السادة وعرفنا كل شيء عنه، وبناء على رغبتكم طلبتوا مني إن أعمل الزبادي بالفراولة. هنعمله بكل سهولة، موفر جدا، ما بنستغناش عنه لسحور رمضان. قوامه متماسك وناعم وكريمي في نفس الوقت، وطعمه مميز جدا. عايزين نقتصد ونعمله في البيت وما نفكرش نشتريه من بره تاني. يا ريت نعمل لايك ونسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ على طول. هنحتاج لتر من الحليب. انا مستخدمة حليب بلدي جاموسي كامل الدسم. هنغليه على نار هادية مدة ما تقلش عن 5 دقايق علشان قوامه يتقل شوية ويبخر اي سوائل موجودة فيه. ولو كنتي عايزاه دسمه قليل او منزوع الدسم هتغليه وتسيبيه يبرد وتدخليه التلاجة 12 ساعة او ليلة كاملة. هتلاقيه كون طبقة قشطة على الوش. هتشيليها وبعدين تدفيه على النار وتكملي معايا باقي الخطوات. وبعد ما غلينا الحليب هنسيبه يهدى من السخونة ويكون دافي. بمجرد ما بحط صباعي فيه ايديا تستحمله. هنحتاج لعلبة زبادي بالفراولة وزنها 75 جرام بمقدار معلقتين كبار، وهنزل عليهم بكبشتين من الحليب وهو دافي، يعني ما يكونش سخن قوي ولا برضو يكون بارد قوي. هضيف عليهم معلقتين كبار من السكر. عايزة تقللي في السكر او تزودي او ما تحطش خالص، ده يرجع لرغبتك. والاضافة اللي هتدينا اللون والطعم المميز للزبادي ويكون احلى من الجاهز معلقتين كبار من الكريم شانتيه بنكهة الفراولة. وممكن تضيفي معلقتين من ايس كريم الفراولة برضو بيكون حلو جدا. هنقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما الخليط يندمج وميبقاش فيه اي حبيبات او اي كتل. انا مستخدمه المضرب اليدوي علشان اسهل عليك الدنيا. لو حابه تستخدمي الخلاط او الهاند بلندر طبعا براحتك. وهناخد الخليط ده وهنفضيه على الحليب وهنقلبهم كويس علشان يختلطوا مع بعض. اهم معلومه باكد عليها وهتفرق جدا لنجاح الزبادي معاكي ان الحليب يكون دافي، لانه لو سخن قوي هيبوظ الخميره وهيطلع مشرش معاكي بعد كده. ولو كان الحليب بارد فهيغيب على ما يتماسك ومش هيديكي التماسك المظبوط. محضره الكوبايات اللي هنصب فيها الزبادي تكون مغسوله ومتنشفه كويس جدا، ما ينفعش تكون مبلوله او فيها نقطه ميه. انا عملت معاكم قبل كده الزبادي الساده من غير ما نضيف له ميه سخنه، والمره دي بقى قلت استخدم الميه السخنه ونعرف الفرق بينهم. نسيت اقولك ان علبة الزبادي اللي استخدمناها دي بنشتريها المرة دي وخلاص، وبعد كده بنسيب كوباية من الزبادي اللي احنا عاملينه تكون خميرة بعد كده. وبعد ما رصينا كوبايات الزبادي في الصينية او طبعا اي حلة موجودة عندك هنزل عليها بحوالي لتر من المية السخنة، وتكون سخنة بس، يعني مش بدرجة الغليان. وبعد كده هنغطيه بستريتش غذائي وعليه فوطة نظيفة. وعندك طريقتين اتنين، يا اما تحطيه في مكان دافي ويكون متغطي كويس جدا، يا اما تسخن الفرن قوي حوالي 10 دقايق او ربع ساعة وبعدين تطفيه وتدخلي فيه الزبادي. اعملي الطريقة اللي تريحك. وبعد مرور 6 ساعات كان قوامه متماسك وجميل جدا. هدخله التلاجة ساعتين علشان يتماسك اكتر ويكون ساقع وطعمه حلو. تعالوا بقى نشوف الزبادي ونختبره مع بعض ونشوفه زي الجاهز ولا لا. ما شاء الله، اللهم بارك، متماسك ولونه حلو جدا، يجذب الاطفال انهم ياكلوه ويحبوه. عامل طبقة قشطة على الوش دسمة ومغذية جدا. اقلبي الكوباية وهزيها وحركي فيها براحتك. الزبادي بتاعنا ناجح ومتماسك، مفيش احلى من كده. اما بقى عن طعمه وريحته والله مفيش اجمل ولا اروع من كده. وبالنسبة للفرق بين اضافة المية السخنة في زبادي الفراولة وبين الزبادي السادة اللي كنا عاملينه بدون اضافة اي مية سخنة، عايزة اقولك ان مفيش فرق في النتيجة اطلاقا. الاتنين قوامهم متماسك وناعم وكريمي وزي الفل. اعملي الطريقة اللي تريحك، جربيه ويعجبك جدا، لدرجة انك هتعمليه كل يوم ومش هتستغنى عنه ابدا، لا في رمضان ولا غير رمضان. ما شاء الله، نتيجة مذهلة، موفر جدا واقتصادي وطريقته سهلة وسريعة. بص كده على الجمال في الطبق، شكله رائع، القطعة بقطعتها، مش مشرش ولا فيه ولا نقطة مية. اظن مفيش جمال بعد كده. عملناه في البيت بدون ماكينة ولا ادوات وهيوفر معاك كتير جدا. وبألف هنا مقدما، وكل سنة وانتم طيبين. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. اتمنى ان يكون نال اعجابكم. ما تنسوش لايك واشتراك للقناة. دمتم بخير وصحة وسعادة وحفظ من الرحمن. اشوفكم على خير في فيديوهات جاية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.